والله يا اخوان رجعت ولعت بين كونر وحبيب، طبعا الاثنين مستلمين بعض من امس. حبيب قبل شويه منزل الصوره دي وهو يلسع كونر في وجهه عنده في الانستغرام. القصه كذا باختصار عشان الاعلان هذا، حبيب نزل الاعلان هذا وقال لك يا حبيبي هذه البباخه شوف تقدر تشتريها من التليجرام، وهذه ترى ارثنا وارث ابويا وارث مدري ايه وارث ماي فاميلي. طبعا هنا كونر ما عجبه الكلام، قال لك يا حبيبي تعال انت تستغل اسم ابوك وقاعد تنصب على الناس. طبعا البباخه هذه يا اخوان باعها في التليجرام على طول، الناس نسفوها من اول يوم 29,000 مبيعاتها و4 مليون دولار. عن هذه هي البباخه اللي قاعد يبيعها حبيب. انا في البدايه ترى يا اخوان حسبتها البباخه الحقيقيه، طلعت لا والله شيء الكتروني. عن هنا كونر على طول استغل الموقف. ليش؟ لانه حبيب الله يهديه من يوم ما نزل الاعلان بعد ما انباعت كل البباخه راح حذف الاعلان، فالناس استغربوا وقالوا يا ابوي يا حبيب هذا نصاب ولا ايش؟ هنا جاك المعلم كونر اللي طبعا مره يموت في حبيب. فكونر يقول خطه الاب اللي هي حقت ابو حبيب اصبحت الان نصبه الاب. انت يا حبيب قاعد تستغل متابعينك عشان تنصب لهم حاجه في التليجرام شيء وهمي وبعدين حذفت المنشور. كونر يا اخوان والله خبيث قاعد يحرش بين حبيب وبين اسلام. قال على عكس حبيب من الرائع انك تشوف اسلام يعلق حزامين على ابوه، عكس حبيب قله من الابطال هم ان يفعلون ذلك لابائهم. خلينا نتفق انه كونر عمره ما حينسى الاهانه دي، لانه عمره ما حد في حياته اهانه زي ما حبيب اهانه. لدرجه كونر بعد هزيمه حبيب صار في راسه خلاص حبيب، صار في راسه ما في احد في الحياه الا حبيب، لدرجه اي فرصه على حبيب يشوفها يستغلها. بس للامانه نكون واضحين يا اخوان، حبيب الحركه والتسويق اللي سواه الصراحه مو حلو. وانا عن نفسي اتكلم عن نفسي الصراحه ما عجبني طريقه التسويق. يعني اوكي تبى تبيع البباخه وكل شيء لكن مو بالطريقه دي يا حبيب. يعني معليش اول مره اشوف حبيب يسوي الحركه دي، حتى والله يا اخوان في البدايه احسبها اي واستغربت. فاذا انا مشجع لحبيب شفتها كذا، فكيف كونر اللي حبيب غير حياته واهان تاريخه كامل؟ بس الحلو في الموضوع انها قابه بينهم يا اخوان في تويتر. طبعا الاثنين قايمين جلد في بعض، حبيب يقول له انا طبعا اهنتك، وكونر يقول له انت نصاب. وحبيب يقول له تعال تعالج في مركز علاجي هنا في داغستان، تعال نعالجك، لانه الظاهر انه في المكسيك ما قدرت تتعالج، لانه قال له انا في مخك، انا عالج في مخك. الموضوع مره حلو كذا يا اخوان، العداوه دي انا ابغاها والله يا اخوان. لو اللي في راسي يصير ويقعدوا يتعادوا كذا الين موعد قتال البيت الابيض اللي حيكون في 14 جون او 16 جون، ويعلنوا قتال حبيب وكونر، يا سلام. لانه القتال هذا يا اخوان كان اعظم قتال في التاريخ كامل، واكثر قتال في التاريخ كامل مشاهده، بغض النظر عن اللي سواه حبيب اللي انا الصراحه ما اتفق معاه، لكن انا اشوفه مو بيج ديل، يعني مو هرجه كبيره والله. يعني اوكي مي حلوه بس مو تقول اوه حبيب وما حبيب، هدوا ترى عادي غلطه وتصير.